من السوق هاتيها وقشريها وبعدين تقطعيها واغسليها كويس، وبعدين هنعمل احلى صينيه نتدفوا بيه. بنتكلم على ايه؟ صينيه بطاطا بالبشاميل. يلا قومي اعمليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا حلوياتي؟ احلى متابعين في الدنيا. يلا بينا نعمل حاجه حلوه وكمان تدفينا في البرد ده. هنعمل ايه؟ هنعمل صينيه بطاطا بالبشاميل اللي بجد تحفه. ما كنتش متخيله ان هي هتطلع بالحلاوه دي ولا بالطعامه دي. نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. اول حاجه جبت البطاطا بتاعتي وقشرتها وغسلتها، والبطاطا انا نقيتها وسط، ولا تخينه ولا رفيعه علشان تنشف مني. انا نقيتها البطاطايه اللي هي تكون وسط، وخير الامور الوسط. جبتها وقشرتها بالمقشره، ما قشرتهاش بالسكينه علشان المقشره هتساعد ان انا اتخلص من القشر بتاعها، وكمان الطبقه اللي هي البيضه اللي هي تحت القشر. وخدوا بالكم وانتوا بتشتروا البطاطا علشان ما حدش يضحك عليكم. في نوعين اتنين بطاطا في السوق، في نوع رفيع كده وبرتقاني من جوه، برتقاني قوي دي ما بتكونش مسكره. اللي انا بعملها اللي لونها فاتح ده دي مسكره. بعد لما قطعتها وغسلتها بقى هحط عليها معلقه سكر ونص كوبايه ميه، وهسيبها على النار لحد لما تستوي خالص وتغلب يعني براحتها. هي هتنزل ميتها وهتشرب ميتها وهتستوي في الميه اللي هي هتنزلها. بعد كده بقى هنصفي البطاطا بتاعنا في مصفى، والميه اللي هتنزل منها هنحطها في كوبايه كده وهنركنها على جنب. دي اهم حاجه في الحلو بتاعنا. تابعوا للاخر وهتشوفوا احنا هنعمل بيه ايه. خلصنا بقى سلق البطاطا وهنعمل الطبقه التانية اللي هي طبقه البشاميل. معنا هنا 3 معلقات سمنه كبار، سمنه بلدي، وعليهم 3 معلقات دقيق كبار، وهنقلبهم اكننا بنعمل بشاميل عادي. ولما يتحمروا شوية هنحط نص كمية اللبن اللي معانا. بعد كده هنزود بقى البشاميل بتاعنا بكوباية مية البطاطا اللي احنا شلناها من البطاطا. والخطوة دي اللي هتودي صينية البطاطا بتاعنا في حتة تانية خالص. هنحط بقى بقية اللبن. معانا كيلو لبن، هنحط نص الكمية ونص التاني هنحليه زي ما احنا عايزين. انا بحب اي حلويات بتكون السكر بتاعها زيادة شوية. هنحط السكر بتاعنا 3-4 معلقات كده على نص الكمية التاني، وهنحط باكو فانيليا او معلقة فانيليا سايبة اللي هي السايلة. وهنا كنت بدوق اللبن فلقيته محتاج سكر، حطيت معلقتين ونقلب لحد لما السكر يختفي خالص في اللبن ويدوب. هنضيفه هنا بقى على البشاميل بتاعنا ونقلبه كويس. عايزينه يبقى كريمي كده. بس هنا البشاميل بقى عملها معايا وصدمني، طلع مخرص كده وفي كتل. مهما قلبت فيه برضو فهضربه في الخلاط علشان يبقى كله نعومة واحدة ويكون كريمي كده ومفيهوش اي كتل ولا تكتلات. فاخدت البشاميل بتاعنا وعلى الخلاط قلت اضربه ضربتين كده لحد لما يبقى كريمي معانا كده. ولو عندك هاند بلندر ممكن تعمليه، بس الخلاط هيدينا نتيجة احلى. الهاند بلندر ساعات بيسيب برضو حبوب كده. هنا بقى كله كريمي كده وجميل. شايفين بقى البشاميل بتاعنا كريمي وتحفة. يعني انا عمالة كنت بدوقه فلقيته عادي ممكن يتاكل كده. هنا بقى جبت البطاطا بتاعنا، يعني هي مستوية على الاخر، يعني مهروسة لوحدها. فحطيت عليها حتتين سمنة بلدي، معلقتين كده سمنة بلدي، وشوية اي مكسرات عندك بقى حطيها. انا كنت جايبة ب10 جنيه جوز هند على زبيب حطيتهم. لو عندك اي مكسرات حطيها. هنا حطيت معلقتين بشاميل بقى مغرفتين كده وقلبتهم علشان تبقى جوسي كده وكمان غنية بالبشاميل واللبن اللي احنا عملناه. ونجيب اي صينية عندنا لو في بايركس ياريت نعملها فيه علشان نشوف الحلاوة بتاع الطبقات اللي احنا هنعملها. طبقة البطاطا مع طبقة البشاميل وشوية السكر المكرملين اللي هيبقوا عليها في الاخر كده. دهنا بقى الصينية بتاعتنا بالسمنة، والجناب دهناها برضو، وحطينا البطاطا بتاعتنا وسويناها كده وسوينا الأطراف. وبعدين نزلنا بقى بالبشاميل، بس أنا سبته يهدى شوية علشان يتقل معايا يبقى بالشكل ده كده. شايفين الحلاوة؟ شايفين البشاميل؟ هننزل بقى بالبشاميل كله كده على البطاطا، مش هنسيب اي حاجة في قلب الحلة بتاعتنا. بعد كده هنحط على الوش بتاع البطاطا هنحط حتتين سمنة كده علشان لما يسيحوا يبقوا كلها ملغلغة كده سمنة. وبعدين هنرش كده حبة سكر على الوش كله. شايفين الطبقات وشايفين العظمة اللي احنا عملناها؟ حاجة كده خرافية.
بعد كده بقى هنحطها في الفرن يكون متسخن من قبلها على درجة 180. بعد تلت ساعة هنحطها تحت الشواية تاخد اللون العظمة ده، بس هنوطي الشواية بتاعتنا وناخد بالنا علشان بتتحرق بسرعة وتطلع معانا الوش بتاعها مظبوط في التحمير وحلاوة مفيش بعد كده. انا ما استنيتش عليها لحد لما تبرد. حابين تسيبوها تبرد هتطلع معاكم الخرطة بخرطتها ومظبوطة معاكم. وفي ناس بتحب تاكلها وهي سخنة وملهلبة كده عشان تتدفى بيها في البرد ده. ايه رأيكم بقى في البطاطا بتاعتي؟ اتمنى تكون عجبتكم وتكون سهلة عليكم كده ومختلفة عن الوصفات التانية. ما تنسونوش بقى في اللايك وتعليق حلو منكم كده يفرحني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.